السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مرحلة وضع الخيوط والقطن لبناء الأعشاش. على بالي شوية مازال الحال، مي راكم تسمعوا فيهم. نروحوا نشوفوهم. اليوم راني معلق كلش، راح نجربوا كيفاه نديرو لهم. هيا مرحبا بكم. هكذا نخشوا ان شاء الله. عندي مكان مخصص ليهم. هذه شوية خلصت، شوية ننظفها. هذا البيض نحطوهم هنا هسه. هكذا راني ندير واحد هاد الفكرة هاكي يتفرجوا بها في نضبطها نحطها في العنق. فوالا هذا دوك نعمروهم. شوية خلصت نشوفها لهنا. فوالا نجدو الفكرة هذه، ان هذا نحطهم فيهم. دعوة شوية من الأرضية يعني أخذها البارح برك. نظفوا هذه. فوالا خرجوا برا. نخرجوا برا لا والو، كاين مفاتيح. هو يحدد غسلها لجماعة الأقراص، يعني نسلك أنا على الهواء. مكانش رطوبة كبيرة باش تخلق الفاش. يا أخي شفنا العام اللي فات. راح نركبوهم هذو. والله لا أدري إذا كنتوا ترون أم لا. ولا حطوهم هاك باش يحشروا بعضاهم. وهو يدبر راسه، يحطوا شي هذه والله هذه. إذا كان لازم نحتاج يديها في زوز. الله غالب سامحوني يا جماعة. فوالا هكذا نروح نديرهم بلاصة تاعهم. هذيك اللي يعني من اللي فات، هذه البلاصة تاعهم يعرفوها بيان. فوالا هكذا راك تشوفوا فيها. راكم تشوفوا تراش. هو في يعني 70% راح يلعبوا به ويطيشوه في الأرض وذاك. قادر تمسحوا، تنظفوا وتمسحوا بيدك برك في الأرض برك شيحة. ولا خفت ما نعرف أي حاجة بدلوه خلاص. خاقة الاستعمال تاع هذا أو يستعمل خيوط أخرى أو استعمل ما تشاء. الحسون إذا أراد أن يبني سوف يبني بطن فقط. المهم فوالا سي بون. خليكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.